الله يعطيك العافيه. فهنا الايه؟ هنا عظمه القص اللي هي ماسكه ال 24 ضلع، وهنا ايه؟ يبقى الصلب المنطقه دي، والترائب الضلوع. حلو. طب ازاي؟ ايه علاقه دي بالماء الدافق؟ ايوه الله، ده الماء الدافق بيجي من تحت سواء رجل او مرأة. اقول لك اقول لك دنك معايا الثلاث نقاط في غايه الخطوره. ارجوك. ارجوك. انا لازم اقول لك وتحفك ان شاء الله. أيوة. اول حاجه واحد، عندما يبلغ الجنين عمر يعني 7 أسابيع يتكون الصلب. ال 12 فقره دول يتكون ايه؟ الصلب. العمود الفقري كله. أيوة. كويس. وتكون الضلوع ده في الاسبوع الايه؟ السابع. الاسبوع السابع اللي هو ايه؟ اللي هو الطور الاول في التسويه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي ايه؟ خلقك فسواك فعدلك. فالتسويه طورين، الطور الاول تكوين العظام، والطور الثاني الكسو باللحم. فالطور الاول في الاسبوع السابع والجنين عمره اسبوع، والطور الثامن في الاسبوع الثامن، الطور الثاني في الطور الثامن والجنين عمره شهرين. خلينا بقى خلاص يتكون الصلب والترائب. الصلب احنا قلنا ايه؟ الظهر الفقرات الظهريه. ده كلام دقيق. العددهم كام؟ 12. وبعدين الضلوع طبعا عددهم 24 ومعاهم عظم القفص اللي هو القفص الصدري. القفص الصدري اللي بيحصل ايه بقى؟ 1 2 3. ايوه اساس عندنا اتصال. بالظبط. واحد لما بيكون بقى الصلب والترائب بيروح طلعه من بين الصلب والترائب خلايا هتكون الاعضاء التناسليه لهذا الجنين. يا عجيب يا عجيب. طبعا هتكون الخصيتين اذا كان ذكر، هتكون المبيضين اذا كان انثى، ولاحقا الخصيتين تنزل في كيس الصفن في الرجل، والمبيضين ينزلوا في حوض المراه في حاله الست. يا سلام. مش كده وبس. 2. مش كده وبس. 2. وعندي ادله لو الوقت اتسع. يعني مثلا بص، انا بحرك ايدي اهو، انا بحركها ازاي؟ بالعضلات. طيب مين اللي حرك العضلات؟ اوعيه دمويه واعصاب. جت منين؟ جت اصلا اثناء لما كنت جنين في بطن امي. ايوه. جت من الرقبه بتاعتي. الاعصاب وهجرت. دي بقى احنا دارسين اجينا وعارفين، بس التفاصيل دي بلاش منها. ناكد على موضوع ان الخلايا الذكريه بتاعت الاعضاء التناسليه جت منين؟ من بين الصلب والترائب، من بين العمود الفقري في الخلايا في الفقرات الظهريه. أيوة. وبين الايه؟ هذا وهو عمره كم؟ الترم. ما انا قلت لك وعمره بالظبط. ايوه. شهرين. 8 أسابيع. 2. دلوقتي ساعة الإفاضة المنوية في عملية الجماع. نعم. عملية الانتصاب والقصف في الرجل وعملية الإباضة في المرأة عاوزة أوامر عصبية. الأوامر العصبية بتيجي منين؟ بتيجي بالنخاع الظهري. النخاع الظهري اللي في الظهر ده. النخاع الظهري. وده يخرج من إيه؟ من بين الصلب والترائب. جاي من الصلب هنا. أيوة. والنخاع موجود في الصلب وموجود في الترائب. وخلي بالك من الدقه القرانيه العجيبه، ما لكش يخرج من الصلب والترائب من بين، بيجي من داخل. يا سلام. يا سلام. شفت ازاي؟ يخرج من بين ايه؟ الصلب والترائب. من بين الصلب والترائب. لان النخاع ده اللي هو بيدي الاوامر العصبيه لاتمام العمليه الجنسيه ما بين الرجل والمراه. جاي من ايه؟ النخاع ده جوه في ال 12 عظمه دول. وفي الاتراب اللي هي جمع ترب اللي هي القفص الصدري. نمرة 3 دلوقتي الاعضاء التناسليه عاوزه غذاء، والغذاء ده اللي هو الدم. بيجي منين؟ بيجي منين؟ في شريان منوي وفي وريد منوي. جايين منين؟ جايين من شريان فوق اسمه شريان الابهر، الاورتا ارتري. وبيجي من وريد اسمه الوريد الاجوف السفلي، بوستيريو فينا كافا. الاطباء عارفينه، بوستيريو فينا كافا. موضع النشأة منين؟ نوريكم صورة. نوريكم صورة. يا ريت. الأخ الصورة دكتور. الصورة اهي واضحة الأخ المخرج؟ نرفعها على أساس الكاميرا اللي وراك تشوفها. مشاهدينا الكرام، هذا هو الشريان الأبر اللي هو باللون البرتقالي ده. واضحة الصورة واضحة؟ هذا هو الشريان. وهذا هو الوريد. يبقى البرتقالي شريان والأزرق وريد. وبعدين الشريان الرفيع ده الشريان المنوي. نابع منين؟ نابع من الشريان الأبر. وبعدين الأزرق ده رفيع الوريد المنوي. نابع منين؟ نابع من الوريد الأجوف السفلي. رايحين فين؟ رايحين للخصية. دي المثانة البولية ودي الخصية. يعملوا ايه؟ غزوها بالدم. اللي يهمني
نابعين منين؟ نابعين من بين الصلب والترائب. الأورطة الارتري اللي هو شريان الأبهر، والبستول في ذكابة اللي هو الوريد الأجوف السفلي. أيوة. الشريان المنوي والوريد المنوي نابعين بالضبط من داخل، يعني من داخل عظمة الآية هذه دكتور كانت يعني مشكلة في الفهم. فينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ما يتصور الإنسان أن هذا الماء وهذا سواء تكوين المرأة البويضات أو زين الحيوانات الكائنات الحية الدقيقة المنوية عند الرجل جاية من وين؟ أن ترجع بهذا التفصيل العلمي. سنريهم آياتنا في الآفاق. وبعدين ما كانش ممكن معرفة هذا إلا ما تقدم الطب بثلاث علوم: علم الأجنة الإمبريولوجي، علم التشريح الأناتومي، علم وظائف الأعضاء الفسيولوجي. سنريهم. طبعا سنريهم طبعا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم، بلاش الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل في الحضارات كلها كان حد يقدر يعرف الكلام ده كله؟ ومتداخل ومتراكم وأجهزة. إذا كان حد يعني الافتراض على القرآن يقول لك اكتتباه فيتم عليه. إذا كان الرسول خدها من أي كتاب من حضارة قديمة يجيبوا لنا الكتاب. ناخذ مداخلة بعد هذا بس دقيقة واحدة وخلص الحتة دي. دكتور. ولذلك تجد في القرآن الكريم، أنا لاحظت يا دكتور محمد، ربنا لا يخاطب فئتين، لا يخاطب المعرضين ولا يخاطب الجاهلين، وإنما يخاطب إيه؟ يخاطب ده كلما زاد الإنسان علما إن شاء الله يزداد إيه؟ إيمانا، لأن مدخل الإيمان. بيخاطب مين؟ بيخاطب قوما لهم صفات 4: يعلمون ويعقلون ويسمعون ويفقهون. إيه الدليل؟ أيوة. عشان ناخد الاتصال. إن في ذلك لآيات للعالمين. دي الآية كام؟ الآية 22 سورة الروم. إن في ذلك لآيات للعالمين، مش للعالمين. للعالمين اللي عندهم علم. جمع عالم مش عالم. إن في ذلك لآيات للعالمين، دي 22 سورة الروم. وبعدين إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يونس 67. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الرعد 4. إن في قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الأنعام 98. يا سلام، الله يجزيك خير. عطنا مداخلة بعد هالكلام الحلو يا حلو. الله يسلمك. الفل. من معي المستشار حسين عبد الجليل. تفضل يا استاذ مستشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحييك يا أخي الفاضل دكتور محمد العوضي على برنامجك الناجح. الله يجزاك خير. باختصار شديد إنه برنامج ناجح بكل المقاييس. الله يبارك فيك. وأهم هذه المقاييس هو حوارك البارع مع ضيوفك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نرجو الله التوفيق إن شاء الله، وأعطونا ملاحظات وخلنا نستفيد. كثيرون يشهدون لك بذلك ويرجون لك دوام التوفيق والنجاح. أجمل المداخلة يا أستاذ. ثم أحيي فيك هذا الاختيار الموفق باستضافتك عالما من علماء الأمة العربية والإسلامية. الله يسلمك. أستاذ الدكتور صبر الدمرداش، باسمي واسم كل الذين يكنون لهذا الرجل المحبة والتقدير، أهديه أسمى آيات الشكر والثناء الجميل على عطائه المخلص لكتاب الله العزيز وخدماته المتواصلة لمنهج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الله يسلمك. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي واسم مئات الألوف من داخل وخارج الكويت بالشكر الجزيل إلى إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت أن عرفتنا بالأستاذ الدكتور صبر الدمرداش من خلال البرنامج الصباحي الذي كان كل يوم أربعاء. لقد شد القلوب إلى حديثه الشيق الممتع المفيد، وأثلج الصدور بآيات الله البينات، فاستحق صالح الدعوات وأطيب التمنيات. شاكرين لك. أما عن الإعجاز القرآني فقد أفاض المتحدثون عن أوجه الإعجاز في كتاب الله، فكان منهم من رأى ذلك في جمال بيانه ودقة نظمه وكمال بلاغته وروعة معانيه وشمولها واتساقها ودقة صياغتها وقدرتها على مخاطبة الناس على اختلاف مداركهم وأزمانهم. ومنهم من رأى إعجاز القرآن الكريم في منهجه التربوي الفريد، ومنهم من رأى إعجاز القرآن في صموده أمام كل محاولات التحريف التي قامت بها قوى الشر المتعددة على مدى 14 قرنا. لقد تعهد الله بحفظ كتابه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
الله يجزيك خير. نعم. وشاكرين لك جدا جدا جدا. الله يبارك فيك. تسلم. لأن الوقت أدركنا. فاصل ونرجع إن شاء الله.